السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا جايبه شويه حاجات من السوق كده، وتعالوا نشوف الاسعار مع بعض وقولوا لي الاسعار بقى عندنا كده يعني غاليه ولا رخيصه وزي عندكم ولا لا. بصوا، هي اصلا ما تسوقتش يعني، مش كل الحاجه اللي انا عايزاها. انا جبت حاجات كده، وفي سوق تاني في اول الاسبوع يوم الاحد هنكمل بقى نجيب كرنب بقى ومحشي والحاجات دي. تمام. انا مرضتش اجيب كرنب ولا كوسه ولا حاجه علشان الجو حر وهتقعد يوم الحد لسه، فقلت اجيبها يوم الحد من سوق الحد احسن. يلا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وزد وبارك على سيدنا محمد. صلى على حبيب قلبكم يطيب. تعالوا بقى نبتدي الاول بالطماطم والفاكهه كده عشان نفضيها. اول حاجه الطماطم النهارده صراحه صدمتني صدمه عمري. الطماطم ب15 جنيه، وشايفين عامله ازاي؟ دي ب15 جنيه يا جماعه اهي. الكيلو ب15 جنيه. انا جبت كيلو ونص يا دوب سلطه ولا حاجه. وعندي كنت جايبه عداه وحطها في الفريزر، هطلع منها بقى للطبيخ. يعني هخليها سلطه وقطعنا طماطم وسط حاجه او كده اهي. ده الكيلو ب15 جنيه. دي اول حاجه. ماشي. هنا اللهم صل على رسول الله. ايوه، ده الاناناس كانتالوب اهو. الكيلو ب7.5. انا جبت 2 كيلو ب15 اهمت. قولي برضو اسعار عندكم ايه. انا السوق اللي فات كنت جايبه كيلو ونص برضو، يعني هو برضو زي ما هو يعتبر. كيلو السوق ده ب7.5 والاتنين ب15. دولت 2 كيلو اهما. نقطعه بقى جنب الاكل او كده، او لو طلع ماسخ بقى نحط نعمله عصير. ده كان تاني حاجه معانا. المانجا بقى، المانجا دي انا جايباها علشان افرزها، عشان ما عنديش مانجا خالص، وملقاش غير المانجا اللي هي النعوم دي. انا ما كنتش عايزه منها صراحه، لان مش حابه المانجا الحمرا دي خالص اهيت. دي كانت ب30 جنيه اهي. انا جبت اللهم صل على رسول الله، جبت 4 كيلو ووزنتهم يعني كده، طلعوا 4 كيلو. هما دول مفيش حاجه تاني. حوالي 7 منجات. ايوه 7. مش عارفه برضو غاليه ولا رخيصه. هي اول ما طلعت يعني ما كانتش غاليه كده، ومفيش اصلا يعتبر مانجا في السوق، مفيش مانجا خالص. فاول ما لقيت بقى مانجا يعني حلوه وكده، وفي ناس بتاخد منها بتقول لي حلوه وكده في التغسيل، فانا جبت منها. ماشي. جبت بقى 4 كيلو اهمت. جبتهم بكام يا رب؟ ب120 جنيه. وهي مش عاجباني قوي، بس اي حاجه تحط في الفريزر بقى الرمضان. كل سنه وانتم طيبين. واستنوا بقى حاجات هنجيبها نفرزها مع بعض الرمضان. ماشي. وكل سوق بقى هجيب يعني مثلا كده ب100 ب120 واشيلها. يعني بقى التفاح بقى اللي بقى مش عارفه بقى عمله نادره. التفاح ده ب35 جنيه اهو. ده المفروض امريكاني يعني. هو ده ب35. ماشي. قولوا برضو عندكم الاسعار عامله ايه في الفاكهه دي اهوت. هو حلو على فكره وشكله جميل يعني، وريحته حلوه على فكره، بس ب35 ليه مش عارفه يعني. مش عارفه كل حاجه عمالين يغلوا فيها ليه كده. ده ب35. تعالوا بقى، ده برقوق. البرقوق يعتبر البرقوق اهوت. انا من عشاق البرقوق على فكره، بحبه قوي. انا جبت كيلو ونص منه كده اهو. كيلو ب25 جنيه. ماشي.
نقصها بقى مكان كده. معايا ايه بقى؟ عايزه الفضه هنفضيه. بصوا ده بقى ايه؟ الطاقه كانت عايزه فسيخ. الفسيخ اللي هو السردين يا جماعه، هنا بيقولوا عليه فسيخ. السردين اللي هو الحادق ده. قولوا لي بقى ده بيقولوا عليه عندكم ايه؟ دول ب10 جنيه. مش عارفه بقى هو كده غالي ولا لا، معرفش، بس دول ب10 جنيه اهوت. انا جبته عشان بنتي الصغيره يعني عايزاه وكده. هو هنا في البلد اللي احنا متجوزه فيها بيقول عليه فسيخ، بس انا مش مقتنعه ان هو فسيخ، هو سردين برضه. دول ب10 جنيه. ماشي. الشطه الحمراء بقى، الشطه الحمراء مش هفضيها علشان هعملها اهيت، بس مش حراقه بارده. عايزه اجيب شويه حراقين برضو، ديت هفرمها واحطها في الفريزر عشان انا اصلا ما لقيتش. انا الصبح جبت شطه خضره منها برضو بارده. هي الخضره حلوه حلوه عشان بارده، احنا ما بناكلش الحاجه الحراقه يعني عشان العيال وكده. جميله خالص وطازه وجميله. اهي الكيلو ب12.5. ماشي. المهم انا خدت منها على 12 جنيه يعني مفرقتش. جبت اخضر من خضرة عشان يعني السلطه والحاجات دي، وتبقى في المسقعه جميله جدا. ورجعت جبت منها بقى احمر تاني الحمرا، بس ما لقيتش معاها كتير اهي، يعني ما لقيتش معاها كتير. احنا بقينا انا وهي قاعدين بننقي فيها كده من قلب الخضرة. قلت مش مشكله افرمهم واحطهم في اكياس او برطمان او حاجه وفي الفريزر، واشيلها بقى في الفريزر وكده. بتنفع جدا في المخللات وحلوه. لسه جاي بقى رمضان وكل سنه وانتم طيبين. واعمل لكم بقى المخلل الليمون ومخلل الزيتون. بعمل مخلل الزيتون تحفه جدا وبيطيب، يعني نعمله قبل رمضان بشهرين 3 كده عشان يبقى مستوي وجميل جدا معانا وما نستعجلش عليه. تمام. زي ما قلت لكم الكيلو ب12.5 من الشطه دي. هي يعني عشان واحده معرفه وكده اديتها لي ب12.5، لكن انا سالت فعلا عليها لقيتها ب15 جنيه. شوفوها برضو في عندكم عامله ايه والاسعار عامله ايه وقولوا لي. اهي وديت في الباميه. بصوا بقى الباميه ديت برضو مش عارفه فيها ايه، ب40 جنيه النهارده يا جماعه الباميه. انا جبت نص بس ب20 على قد يعني طبخه كده وخلاص، وممكن اصلا ما اعملهاش. وبصوا يعني معلش بقى يا جماعه انا قطعت الفيديو عشان كان في حد بيخبط وهي تقع فوق. بصوا الباميه بقى هي عبتها لي اهي، بس حطت فيها كبير بنت الجزمه، ما شفتهاش الا دلوقتي صدقوني بقى. المهم اديتها لي ايه ب40 جنيه. ماشي. بس حلوه هي. هنضفها برضو واشيلها اطبخها مع لحمه او حاجه. بصوا بقى هوريكم ايه بقى صدمه عمري. البطاطس، شايفين البطاطس دي ب10 جنيه. البطاطس دي ب10 جنيه اهي، ب10 جنيه. وهي دي يعتبر اللي في السوق كمان، يعني مفيش اكبر من كده. حلوه قوي كده ب10 جنيه. انا جبت اللهم صل على رسول الله كيلو ونص برضو 15. وجبت هنا الليمون. الليمون كيلو ب10 برضو، انا عشان كان الليمون اللي عندي خلصان فقلت اجيب نص كيلو بقى عليه، يعني احنا ايه بالشربة وكده يعني، او عملنا منه عصير او حاجه. هو نص كيلو ب5 برضو. الليمون جميل جدا. هو ب10 بس مش عارفه غالي برضو ولا لا. هو ابتدى يصفر على فكره اهوت. الكيلو ب10. تمام. وما كانش عندي توم بقى. يعني كان في واحده بتبيع فرط بقى كده، بس ما لقيتش معاها غير اخر ربع كيلو. والفرط ده بيبقى حلو قوي. بس ما لقيتش غير ربع كيلو بس اللي معاها، ربع كيلو حاطاه في كيس. بيبقى حلو بقى. بمسكه افرطه نقشره كله كده ونحطه برده في الفريزر.
فصوص زي ما هو او نطحنه لو كميه كتير بقى بمسكه وافرمه زي الشطه كده وبشيله. لكن دول شويه صغننين يا دوب هنقشرهم وارميهم في الفريزر واخد منهم. كان الكيلو ب30 جنيه، وده احسن على فكره من اللي هو الروز، وبيبقى في الميزان يعني ايه اكتر. وجبت هنا بقى كمان بتنجان ب5 جنيه. الفنجان ده ب5 جنيه اهو، بس حلو وطري وجميل ب5 جنيه. انا جبت 2 كيلو علشان بقى يعني مسقعة وقالنا في الفطار منه او حاجة او غنوج وكده. يعني احنا بنحب صراحة بابا غنوة او المسقعة. ماشي. واخر حاجة بقى معانا البهارات. دول ب15 جنيه، ب5 فلفل، ب5 كمون، ب5 بابريكا. وكان ده السوق النهارده. وخلصت على كده وخلصت فلوسك وضاعت فلوسك يا صاحبي. وما كملتش حاجه يعني يعتبر. انا ما جبتش اي لحمه اي فراخ اي حاجه، هما دول. والفاكهه برضو مش زي كل سوق يعني، يعتبر ما جبتش فاكهه كتير. تمام. بس الحمد لله الحاجه يعني حلوه ونظيفه وكويسه. تمام. استنوني بقى ان شاء الله، بس سوق الحد يعني مش هنجيب حاجات كتير. هجيب بقى ايه، هجيب فرخه واجيب كرنبايه حلوه زيكم كده، واجيب نص كيلو كوسه، واجيب ايه تاني، ايوه اجيب بقى شويه كلور وحاجات يعني من المنظفات وكده. وبس كده خلاص. وشوفي بقى الاسعار عندكم عامله ايه وقولوا لي اسعاركم كده زينا ولا اغلى ولا ارخص ولا ايه. ونستنوا كل اسبوع ان شاء الله يوم الاربع انزل لكم الفيديو ده باذن الله على يوم الخميس كده او حاجه، لان اليوم الاربع بيبقى مضغوط عندي جدا. يا دوبك اهوت هنقوم نغسل الفاكهه دي واشيلها، وهرص الحاجه في التلاجة واغسل التلاجة قبل كل دوت، وبعدين ارصهم وارجع اعمل اكل والكلام ده كله. تمام. استنوني بقى كل سوق كده وتشوف يعني الدنيا فيها ايه. و والله ما صل على رسول الله. استنوني برضك الفيديو الجاي. على يوم الجمعة كده هنزل واروح للدكتور واشوف البيبي اللي في بطني ايه. انا توأم بس لسه ما اعرفش. هنروح ونشوف ايه، واستنوني ان شاء الله اصور لكم وانا رايحة، واصور لكم الاشعة وكده، واقول لكم الدنيا ايه. تمام. يلا متنسونيش بلايك وفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. ودعمونا كده بلايك حلو واشتراك، يعني شجعني لو انت مش مشتركة عندي، شجعني بأي تعليق واي حاجة عايزاها اطلبوها من عينيا الاتنين يا حبايب قلبي، هتلاقوني اعملها لكم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.